بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الأول الإعدادي سنة أولى. النهاردة هنحل امتحان محافظة كفر الشيخ رقم الامتحان 13 من كتاب الامتحان صفحة 46. لو في أي محافظة عايز حلها محتاج مني أي حاجة اكتب لي تحت في التعليقات أو كلمني على الواتس. أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف عشان لو محتاجين مني أي حاجة. معاكم مس سمر الصاوي للدراسات. أول سؤال عندي سؤال الخريطة. احنا اتفقنا ان دي قارة افريقيا. الخط اللي بيعدي في اخر افريقيا في جنوب افريقيا اسمه مدار الجدي. طب رقم 2 دي قارة ايه؟ دي قارة امريكا الشمالية، وده اهي البحيرات العظمى. العلامة اللي في امريكا الشمالية ده هي البحيرات العظمى. طيب رقم 3 بيقول لي دي جبال ايه؟ هقول له دي جبال الانديز. رقم 4 ده هو بحر داخلي اللي هو البحر الايه؟ البحر الاحمر. طيب اختر أقرب الكواكب إلى الشمس هو كوكب إيه؟ عطارد. تنشأ نتيجة انفجار النجوم هي إيه؟ السدم. تنشأ السدم. من أمثلة البحار المغلقة اللي هو بحر قزوين موجود في قارة آسيا أهو. ده هو بحر قزوين أكبر بحر مغلق في العالم. ما العلاقة بين ميل محور الأرض وفصول السنة الأربعة؟ طيب بص يا سنة أولى، لما محور الأرض بقى مايل يعني لما الأرض ما بقتش كرة كده عمودية، لا ده بقت كرة كده بيضاوية مايلة شوية، هو ده من محور الأرض بدرجة انت واخد 23.5 درجة. لما المحور مال أدى إلى تعاقب فصول السنة الأربعة في أوقات محددة من كل عام وبترتيبها المعروف، يعني لها ترتيب معروف انتوا حافظينه. يبقى دي الإجابة، أنا كاتبة إجابتين، ممكن دي بسبب ميل محور الأرض أدى إلى تعاقب فصول السنة الأربعة في أوقات محددة من كل عام وبترتيبها المعروف. ممكن الإجابة دي بسبب دوران الأرض حول الشمس مع ثبات محور الأرض في اتجاه واحد أدى إلى حدوث ظاهرة فصول السنة الأربعة. ممكن دي وممكن دي. صح وغلط يا سنة أولى. 1 يقع حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري. صح، هو فاصل بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. تختلف سرعة دوران الأرض حول نفسها من سنة إلى أخرى. غلط، الأرض منتظمة. الأشعة العمودية أشد حرارة من الأشعة المائلة. صح. أكمل. الكوكب المعروف بالكوكب الأحمر كوكب إيه؟ المريخ. أقل النجوم حرارة ذات اللون الأحمر. ترجع نظرية زحزحة القارات إلى العالم الألماني فيجنر. وساعات يجي يقول لي صوب ويحط لي يقول لي العالم الألماني ريختر، لأن ريختر قريبة إيه من فيجنر. ريختر ده بتاع الزلزال ملناش دعوة بيه، إحنا هنختار إيه؟ فيجنر. بما تفسر ظاهرة تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول إيه؟ نفسها. بسبب دوران الأرض حول نفسها. ممكن لو عايز الإجابة النموذجية اللي هي دي الإجابة الكاملة اللي هي دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة اللي هي الدورة السنوية. ماذا يحدث إذا كانت الجاذبية على كوكب الأرض مثل الجاذبية على كوكب المشتري؟ طبعا الجاذبية على كوكب المشتري إيه؟ عالية جدا، كبيرة جدا. كان الإنسان سيلتصق بالأرض ولا يستطيع الحركة. ثانيا التاريخ صوب ما تحته خط. قام الملك خوفو بنحت تمثال أبو الهول. غلط، اللي نحت تمثال أبو الهول خفرع. أطلق المصريون القدماء على الليبيين الملوك الرعاة؟ لا، على الهكسوس. اتخذت مملكة الشمال مدينة نخب؟ لا، بوتو نخب بتاعت مملكة الجنوب. عقد الملك نخاو معاهدة سلام مع ملك الحيثيين، مش نخاو، مين؟ رمسيس الثاني. لمن تنسب الأعمال الآتية، يعني من هو؟ قام ببناء سد اللاهون في مصر القديمة. ابن محت الأول. الدعوة لعبادة إله واحد سماه آتون. الملك إخناتون أو منحطب الرابع. طرد الآشوريين من مصر. إبسماتيك الأول. ده هو سؤال امتحانات. اللي طرد الآشوريين إبسماتيك الأول. اللي طرد الليبيين من مصر، يجي كده سؤال يقول لك طرد الليبيين من مصر
تقول ده انا واخد الاشوريين، انا ما خدتش الليبيين، لا واخد الليبيين. اللي طرد الليبيين من مصر يا سنه اولى رمسيس الثالث. شطار، رمسيس الثالث. دلل: تميز عصر الملكة حتشبسوت بالنشاط التجاري والمعماري. يعني هتقول أعمال الملكة حتشبسوت. كده أنت جاوبت السؤال. واحد، تكتب كده: واحد، اهتمت بالتشييد والبناء فأقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. وبعد ما تخلص الإجابة دي تفتح قوس كده وتقول ده اسمه النشاط. تكتب كده: ده هو النشاط ايه، عشان انا مش ملكة، المعماري. المعماري اهو، لانه هو عايز ايه، النشاط المعماري. رقم 2، تكتب: ارسلت رحلتين تجاريتين الى بلاد بونط لجلب البخور والعاج والاحجار الكريمه والاخشاب وجلد الاسود. ده هيبقى النشاط ايه، شطار. تكتب بين قوسين كده اهو بعد ما تخلص الاجابه: ده هو النشاط ايه، تجاري. تمام يا سنه اولى اهو. يبقى انت هتكتب 1 و2، ولما تخلص 1 تكتب نشاط معماري، تخلص 2 تكتب نشاط ايه، تجاري. امامك صورة للملك تحتمس الثالث، اشهر ملوك مصر في مجال الحرب والادارة. من خلال ما درست: 1، احد دلائل مهارته العسكرية واحد مظاهر براعته الادارية. يبقى انت هتقول اعماله في مجال العسكرية واعماله في مجال ايه، الادارة. احد الدلائل يا سنه اولى يعني عايز واحد بس انت بتبقى حافظ كتير، اكتب له 1 أو 2. اكتب: 1، قسم الجيش الى قلب وجناحين كما اخترع حرب ايه، المفاجأة. انشأ اسطولا قويا سيطر به على جزر البحر المتوسط. يبقى نكتب 1، قسم الجيش الى قلب وجناحين كما اخترع حرب المفاجأة. ده في مجال ايه، العسكرية او الحرب. في مجال الادارة: احضار ابناء الاقاليم الاسيوية وذلك ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. دي واحدة من ابتكاراته في مجال الإدارة. حافظ ال3 وعايز تكتبهم اكتبهم. طيب، عندي دور الأسطول في مجال حماية سواحل مصر أيام الملك رمسيس الثالث. نكتب الأسطول عمل إيه في عهد رمسيس الثالث. الأسطول نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر، بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغرب. هنكتب 1 بس، اللي هي دي يا سنة أولى، اللي هو في عهد رمسيس الثالث دارت بعض المعارك البحرية بينه وبين شعوب البحر المتوسط عندما حاولت الدخول لمصر، واستطاع أن يتصدى لهم بفضل هذا الأسطول. هنكتب إن رمسيس الثالث هزم شعوب البحر المتوسط باستخدام إيه، الأسطول، اللي هم السطرين دول. لو كنت معاصرا للملك أحمس، ما الرسالة التي كنت توجهها للملكة إياه حطب اللي هي أم أحمس؟ أي إجابة هنا هتكتبها صح. اكتب لك كده كلمتين حلوين وأي إجابة صح. أنت مثال في التضحية ورمزا للوطنية لأنك شجعت أحمس على محاربة الهكسوس رغم استشهاد زوجك سكن الرع وابنك كاموس. دي الرسالة اللي انت هتكتبها لمين؟ لإياه حطب. نفتخر مصرنا الحبيبة بمدنها العظيمة. في ضوء هذه العبارة: اسم مؤسس مدينة منف الملك مينا. العاصمة التي اتخذها النمحات الأول مقر الحكم هو نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى أسيتاو. أقول له أسيتاو اللي هي عاصمة الدولة الوسطى. عاصمة الدولة الوسطى أسيتاو. المدينة التي أنجبت أمراء الكفاح ضد الهكسوس كان اسمهم أمراء طيبة. يبقى من مدينة إيه؟ طيبة. ما النتائج التي ترتبت على انهيار سلطة الحكومة المركزية في أواخر عهد الملك بيبي الثاني؟ طبعا على طول ضعف وانهيار الدولة القديمة. لو في أي سؤال ما انتش عارفه، محافظة عايز حلها، محتاج مني أي حاجة، كلمنا على الواتس أو اكتب لي تحت في التعليقات. أول ما تلاقي نفسك محتاج في أي حاجة افتكر مس سمر الصاوي، أنا موجودة هنا علشان أساعدكم دايما. وربنا معاكم يا سنة أولى. لو أنت استفدت مني ولو 1%، من فضلك اضغط لايك واشتراك، لأن ده بيساعدني وبيرفع قناتي. وشكرا لكم يا سنة أولى.